إذا أخبر بشيء وأمرنا به نطيعه أو لا؟ المفروض كمسلمين نطيع النبي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل عليا ميزانا للحق والباطل. أنت تقول؟ لا، أو يقول حق الرد مفتوح للجميع. السلفية عندما تستشهد أيضا بحديث النبي يقول أصحابي كالنجوم، أصحابه جميعهم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أولا هذا الحديث حتى عند ضعيف، هذا عندك غير صحيح. كيف؟ وثانيا الصحابة هم تقاتلوا معركة الجمل، لم تكن بين الصحابة؟ هو كان علي جزء من التقاتل هذا زاد أيضا. نعم، علي كان بناء على هذا نحن نعتقد الحق في جانب أمير المؤمنين علي لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سي الهادي وبعد سي عبد الستار. سي الهادي من بكري يطلب الأسبقية الأحقية. قل أشكر الشيخ حسان هكا أحمد سلمان. ربي يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أولا، لماذا نحن نريد ألا نصوب التاريخ؟ لماذا نؤمن بتاريخكم ونحب علي بن أبي طالب ونحب السيدة فاطمة وآل البيت وأنتم لا تحبون الصحابة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه